المغربيه ورئيس الجامعه اللي احنا بنقول عليها اتحاد الكوره فوزي رشا. حاجه بصراحه محترمه، حاجه فخر للكره المغربيه. انا راجل عنده هيبه، محترم جدا. يمكن انا كلمته عيدت عليه من حوالي 5-6 ايام. انا بحب شخصيته لان هو خطط للكره المغربيه. على فكره وليد مدرب المنتخب الاولمبي دلوقتي مغربي، عصام. بتتكلم على حتى المدرب الشباب، بتتكلم على كل المدربين المغاربه اللي موجودين. قبلها كان عموته، قبلها كان هشام الدماعي. مدربين مغاربه هو حطهم على الطريق. ودي انا بشوف بصراحه التخطيط مش بس وليد اللحظه من دلوقتي، لا ده من قبل كده. ايه تاني فوزي لقشع عمله في المغرب في وجهه نظرك غير الثقه بالمدربين المغاربه؟ البنيه التحتيه. البنيه التحتيه، انت بتتكلم على اكاديميه محمد السادس، بتتكلم على الملاعب اللي موجوده، بتتكلم على انتظام الدوري، ودي شيء مهم جدا جدا جدا، مهم جدا. انت عارف المنتخب المغربي هيلعب السنه الجايه فين وفي ملعب ايه والساعه كام ومع مين. انا بقول لك التجربه الثالثه، كل تجربه قعدت فيها سنه ونص، فحفظت كتير ورحت انا. يعني انا لعبت المنتخب الاولمبي ماتش ودي اللي بيلعب حاليا دلوقتي اللي تحت 23 سنه. شفت كان المباراه معموله في اكاديميه محمد السادس. حاجه مفخره، حاجه جميله، حاجه بصراحه انا يمكن كنت فرحان ومبسوط، وكنت بتمنى ان احنا نعمل كده. انا عملت عندي كذا حلقه، بس احكي لي للاعيب الكوره اللي رايح اكاديميه محمد السادس، ايه الشيء المختلف هناك؟ ايه السر في الاكاديمي؟ بص للاعيب الكوره، بص لعيب الكوره انا بنزل من على السرير على الملعب. تخيل كل فندق، والله كل منتخب، يعني المنتخب الاول وليد اللي انا هتكلم عليه دلوقتي ماشي. المنتخب الاول الفندق بتاعه على الملعب على طول. ملعبين بتوع المنتخب الاول ما حدش بيجي عندهم، ملعبين من افضل الملاعب اللي موجوده. كل الملاعب الاول بس. المنتخب الاول. خد عندك بقى المنتخب الاولمبي، خد عندك المنتخب الكره الخماسيه، منتخب الكره الخماسيه عندهم دلوقتي بتتكلم في بيكسبوا البرازيل ويكسبوا. يعني اللي عايز اقوله لك حتى مش بس على مستوى كاس العالم اللي هم وصلوا له والكلام ده كله، لا ده على بصراحه هم اشتغلوا من فتره كبيره جدا ودلوقتي وصلوا لكده. دلوقتي هم مش بيفكروا ان هم يخشوا كاس العالم وهيخشوا ازاي وهيلعبوا، لا بيفكروا ان هم هياخدوا كاس العالم ازاي. كاس العالم هيتنظم عندهم في المغرب سنه مثلا 2030 مع مثلا ازاي تطور الكره المغربيه. وبصراحه الجمهور هناك جمهور بيعشق كره القدم. جمهور كل نادي بيحب من فتره كبيره جدا ودلوقتي وصلوا لكده. دلوقتي هم مش بيفكروا ان هم يخشوا كاس العالم وهيخشوا ازاي وهيلعبوا، لا بيفكروا ان هم هياخدوا كاس العالم ازاي. كاس العالم هيتنظم عندهم في المغرب سنه مثلا 2030 مع مثلا اسبانيا. يعني الفكر ازاي تطور الكره المغربيه. وبصراحه الجمهور هناك جمهور بيعشق كره القدم. جمهور كل نادي بيحب انا ما فيش نادي هناك الا لما ليه جمهور بيقفل الملعب. بيقفل الملعب. فاللعيبه اللي بتلعب كلها في الانديه لما بتروح المنتخب بيبقى عندهم شخصيه، بيلعب كوست وكل الجمهور ما عندوش مشاكل. عدد المحترفين اللي موجودين حمودي عندهم عدد محترفين رهيب موجود بشكل كبير جدا. انت ما تيجي تبص على عدد المحترفين اللي عندك مش كتير بدون نقاش. بس نرجع للاكاديميه تاني. الاكاديميه بخلاف جوده ملاعب التدريب ان كل منتخب له ملعب تاني، ايه الجديد اللي موجود هناك تاني؟ كله الملاعب كلها الجيم فوق ما تتخيل. حاجه مثلا مش عايز اقول لك المساحه قد ايه، الاجهزه الطبيه اللي مش موجوده في اي مكان، الاجواء اللي موجوده، الجو اللي موجود فيه. تحس ان انت لا مش الناس في اوروبا بتيجي المغرب عشان تعمل معسكرات.